إحدى الكاتبات المبدعات اسمها إيفاريا، مسمية نفسها كده، هي أصلا اسمها مروة. بتقول لك عنوان مقالة غريب شوية، بتقول لك إيه؟ اوعى حلاوة الكلام تنسيك إنه كلام. اوعى حلاوة الكلام تنسيك إنه كلام. ياما في حوالينا أشخاص كتير جدا لسانهم ده أعذب وأحلى من العسل فعلا، ولكنهم البضاعة بتاعتهم الأساسية هي الكلام. هي الكلام. زي حالاتي كده، أنا بضاعتي أصلا أنا كصانع محتوى غير من صناع محتوى، بس مش دعوة بالناس، أنا بتكلم عليا أنا فقط. أنا بضاعتي أصلا الكلام. البضاعة اللي بقدمها لك دلوقتي هي الكلام. لا بقدم لك محتوى فيه تظبيط ولا فيه مونتاج ولا فيه حركات. أنا فقط بضاعتي قدامك هي حركات إيدي، بادي لانجوج، الفيس اكسبريشن والكلام. وبقول الكلام وعلى الله حكايتي يعني. ولكن هناك بعض الاشخاص، زي ما المقوله بتقول لك ايه، اوعى حلاوه الكلام تنسيك انه كلام. في بعض الاشخاص من حلاوه كلامهم وجزاله الفاظهم وعذوبه حروفهم بتحس ان هم يخشوا القلب. اشخاص اول ما بيتكلموا بيخشوا القلب على طول، محبوبين جدا. الاشخاص دول انا متيقن بشده انهم في حاجه بينهم وبين ربنا، في روحانيات كده، حاجات مش اي حد كده يقولها، او مش اي حد يفسرها تفسير مادي او تفسير كده ايه، واحد زائد واحد يساوي اتنين. لا، في حاجه روحيه نابعه، مش فقط اصوات بتخش في الاذان والاذان دي بتطرب وبتسترز. لا، في حاجه روحيه. ان الشخص يقعد يكلمك كده، حتى لو كان كلامه قليل، بس اول ما بيتكلم معاك بتحس بالراحه النفسيه. في بعد روحي، في حاجه مش حاجه العلم ولا علم النفس ولا العلم بشكل عام يقدر يفسرها. انك انت تقعد انت قدام شخص، من اول كلمه يكلمها لك وانت تتلقى كلامه ده، تحس بالراحه النفسيه رهيبه جدا. تحس ان انا، يا سلام، الراجل ده كان فين من زمان، انا كنت محتاج واحد زي ده في حياتي اشوفه. نفس الكلام. عشان كده، ولكن تبقى المقوله، ركز فيها الجمله دي: اوعى حلاوة الكلام تنسيك انه كلام. يعني هو المقولة دي عايزة تقول لك ان الكلام مش كل الكلام كلام. مش كل الكلام يحمل على محمل الجد، معنى صح. مش كل الكلام يوزن ذهب. في كلام اخر يوزن فضة. في كلام تالت يوزن حجارة. في كلام رابع ما يوزنش حاجة اصلا. وده كتير جدا. لان تمن الكلمة، يعني الكلمة نفسها كتمن او كسعر او كبضاعة، تمنها رخيص جدا الايام دي. واحد يقول لك مثلا السلام عليكم، انا اجي لك كمان ربع ساعه. ربع ساعه دي تضرب معاه في ساعه، لان هو الكلمه اللي طلعها من بقه ليس لها قيمه، بيقول كلام وخلاص. ولكن نصيحه برضو، لما انت تتلقى الكلام من شخص بضاعته الاساسيه هي الكلام، تكون حذر جدا. ليه بقى؟ لان دي بضاعته الاساسيه، اكيد هو يبقى محترف فيها مليون في الميه، ان هو بيعرف يتكلم صح، بيعرف يتكلم كويس. وزي ما الرسول قال لك حديث حلو جدا وجميل جدا عن البلاغة وعن البيان: وإن من البيان لسحرا. ساعات بعض الأحيان بيان الكلام اللي بيطلع من بق الإنسان مفعوله أوحش أو أحسن، ساعات يعني أحسن من السحر وأقوى من السحر فعلا، بدون أدنى مبالغة.